أشكركم على دعوتي اليوم، وبعتز جدا بوجودي النهاردة معاكم. والحقيقة بعتز بصفة خاصة لأنه يعني يشرفني يكون في هذه المناسبة، وأنا ربما من بين كتير من الحاضرين يعني تعرفت على الدكتور سامر معرفة حديثة نسبيا، وكتير منكم كانوا أقرب إليه تاريخيا وإنسانيا وفكريا ربما مما كنت. لكن في السنة ونص أو السنتين اللي تعرفت فيهم على سامر يعني كان له تأثير بالغ عليا شخصيا، ويشرفني ان انا يعني اقدر اقول اني اتعلمت منه اشياء كثيرة جدا في هذه الفترة الوجيزة اللي اتعرفنا فيها على بعض. وكنت اتمنى لو كنت عرفته قبل ذلك بفترة طويلة، لانه اثره على كل اللي اتعاملوا معاه واللي اشتغلوا معاه كان اثر ممتد ومستمر وايجابي للغاية. انا تعرفت على سامر بخلاف المعرفة يعني كنت بقرأ له أشياء بيكتبها وكنت ألتقي بيه من وقت للتاني في إطار الجامعة الأمريكية، لكن تعرفت عليه وهو من مؤسسي الحزب، وأنا من اللي انضموا إلى الحزب بعد في فترة تأسيسه أيضا. وكان يعني سامر له أثر خاص جدا في الحزب، هرجع له كمان دقيقتين. لكن اتعلمت من سامر عدة أشياء، على رأسها القلق وعدم الارتياح اللي بتصور كان من سمات شخصية سامر. القلق ليس بشكل سخيف، بالعكس بشكل إيجابي جدا، لكن عدم الارتياح وعدم السكون وعدم الارتكان إلى أن الأشياء أخذت وضعها الطبيعي وحجمها الطبيعي. فكان باستمرار الرغبة في تحسين ما هو موجود، والرغبة في إعادة النظر فيما يكتب، والرغبة في إعادة التفكير فيما يقال، كانت مسألة أساسية جدا. وكانت خصوصا في الفترات اللي الناس تنشغل فيها بالعمل يعني بالجانب العملي من الأشياء، كان بمثابة ضمير موجود بيننا دائما، ويذكرنا دائما بأنه الأشياء غير سليمة بما يكفي أو يمكن تحسينها بشكل كبير. الحاجة الأخرى أن أنا يمكن يعني كنت قريب على وجه الخصوص من ملابسات استقالة سامح من الحزب، وبفتكرها دايما على أنها أحد الأعمال الإيجابية الأساسية اللي أنا شفته بيعملها، وخلتني أفهم أن في سامر هذا الجانب، انه كل حاجة يعملها لازم كل حاجة الواحد يعملها عموما لازم يكون ليها قيمة، لازم يكون ليها معنى، لازم يكون ليها مغزى، لازم تكون بتؤثر في شيء. وانا بلاقي انه استقالة سامر من الحزب كانت من الاعمال الايجابية الاساسية، اللي هو كان واعي بان القضية ليست ان يحتج، لكن ان يترك في ذهن الناس فكرة ومعنى واثر ربما يدعو اخرين للتفكير في اسبابها ولمحاولة اصلاحها بشكل او باخر. فمسألة أن يكون في كل موقف الواحد ياخده في قيمة وفي معنى مطلوب وصوله، أيضا مسألة أنا يعني بعتبر أني تعلمتها من سامر بشكل كبير جدا. عايز أقول في الآخر أنه قيمة الإنسان تبدو أحيانا بما يتركه من فراغ، وبحجم الاحتياج اللي الواحد يحس به حينما يرحل عننا. مصر النهاردة مشغولة، وكل الناس مشغولة بأشياء عملية كتيرة جدا، وبالاندفاع من معارك إلى أخرى، مرة دستور ومرة انتخابات ومرة برامج تلفزيونية ومرة لقاءات واجتماعات وأشياء لا تنتهي. ومع الوقت بيتتقلص مساحة من لديهم القدرة الحقيقية على التفكير بالمعنى الحقيقي لكلمة التفكير، والتقييم والنقد والمراجعة وإثارة هذا الشك لدى الآخرين. فأنا بلاقي إنه الحقيقة قيمة سامر النهاردة بتبدو بحجم ما نحتاج إليه من هذه الوقفة النقدية في وقت الجميع مندفع فيه إلى أشياء عملية. ده بيبان بالنسبة لي على الأقل في موضوعين، إنه مشروع سامر في تأسيس ديمقراطية اجتماعية مصرية حديثة لم يكتمل، ربما حتى يكاد يكون بدأ. وده موضوع الحقيقة إحنا النهاردة محتاجين فيه سامر وأفكاره وزملائه وتلامسته أكتر من أي وقت مضى. والشيء الآخر في قضية التمييز الديني، لا يكفي إن إحنا وإن كان ده ضروري يعني نروح في كل مناسبة يحصل فيها حادث طائفي أو اعتداء على كنيسة أو فتنة ما بين الناس، لا يكفي إن إحنا نروح ونقف ونقول الكلام اللي بيتقال والدولة كلها تتدخل والقوات المسلحة تعيد البناء وكل هذا الكلام، لأنه في أساس فكري للموضوع لا يتم التطرق إليه بشكل كافي. وبتصور أن ده أيضا كان مشروع سامر سليمان. لذلك أنا بحيي ميري وبحيي وسيم وبحيي أصدقائه جميعا على الاهتمام بأخذ مبادرة لإنشاء مشروع أو مؤسسة أو مركز
ياخد هذه الفكرة ويدفع بيها ويظل لدينا القدرة والرغبة على التفكير فيما يدور حولنا، لأن ده مطلوب في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى. شكرا جزيلا، وتمنياتي لكل اللي بيعملوا من أجل الإبقاء على أفكار وعلى منهج سامر في التفكير، الإبقاء عليها ما بيننا. شكرا جزيلا.